شهد ملعب هارد روك بالأمس المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي جمعت بين الأهلي وإنتر ميامي، وأثبت فيها الأهلي جدارته بالفوز بدوري أبطال إفريقيا وأحقيته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي بعد أداء مشرف استحوذ به على المباراة حتى الدقائق الأخيرة. وتوبعت المباراة بالأمس من كل أنحاء العالم وعلقت عليها جميع الصحف العالمية. علقت ذا صن بعنوان بيكهام يشاهد تعادل إنتر ميامي مع الأهلي. علقت الصحيفة الإنجليزية على مباراة الأهلي وإنتر ميامي بمشاهدة مالك نادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام وفريقه يتعادل سلبيا مع الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025. وأضافت أن الأهلي كاد أن يحقق فوزا سهلا في الشوط الأول لولا براعة حارس مرمى إنتر ميامي في الوقت الذي كان فيه أداء ميسي هادئا على غير العادة ولم يلمس سواريز الكرة إلا بصعوبة. وأكملت أن الشوط الثاني كان مختلفا حيث ظهر رفاق ميسي بشكل أفضل وبحثوا عن الهدف، إلا أن محمد الشناوي كانت له الكلمة الختامية. وأنهت أن التعادل لصالح الفريق الأمريكي نتيجة عادلة، بالأخص وأن المباراة كانت أمام بطل مصر وإفريقيا. وعلقت لوكيب تحت عنوان التعادل يحسم مباراة إنتر ميامي والأهلي، وأضافت أن حارس المرمى المصري كان حاضرا في هذه المباراة وأبدع في الشوط الثاني بالتحديد أمام ميسي ورفاقه. أما موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت إمام عاشور الضحية الأولى. ركزت الصحيفة الإسبانية على الإصابة الأولى في البطولة العالمية، وهي التي تعرض لها إمام عاشور، حيث أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في عظمة الترقوة. وأضافت أن إمام عاشور الذي لعب لمدة 8 دقائق فقط خرج من المباراة باكيا، مما يعني غيابه عن البطولة التي استعد لها بكل قوة. أما عن بيلدا الألمانية قالت نطحة ياسر وميسي. ركزت الصحيفة الألمانية على الأزمة التي حدثت بين ياسر إبراهيم وليونيل ميسي في الدقيقة 97 من الشوط الثاني، حيث أشارت إلى أن ميامي حصل على ركنية نفذها لويس سواريز، وبينما كان يستعد للتسديد اصطدم ميسي فجأة بياسر إبراهيم داخل منطقة الجزاء، وكان اللاعب المصري قد تدخل على ميسي عدة مرات واشتبك معه في تحد عنيف. وأنهت الصحيفة أن المشادة الكلامية انتهت بعدما فصل بينهما أشرف داري الذي فضل ألا يزداد الأمر سوءا.